عايز الكل يجمع هنا. أنا هلفت نظركم لخطأ كبير معظمنا بيقع فيه. الخطأ ده نتيجته إن ربنا بيزعل مننا. اوعاك تنسب الفضل لنفسك في أي نجاح أو توفيق في حياتك. أي حاجة حلوة تحصل لك في حياتك افتكر ربنا على طول، وانسب الفضل لربنا قبل أي حاجة. على مدار حياتي ما شفتش تاجر أو شخص نحسبه على خير اشتغل في السوق ونسب الفضل لنفسه ونجح أبدا. لازم هيقع إن آجلا أم عاجلا. نبرة إنما أوتيتوه على علم من عندي اللي مسيطرة على معظم الناس في كلامهم خطأ عظيم. يقول لك مثلا أنا نجحت في شغلي بشطارتي، أو وقفت المصلحة على رجليها بدراعي، أو إن الناس بتطلبني بالاسم عشان مهارتي، أو أنا تفوقت في دراستي بسبب ذكائي. اتواضع لله وبطل كبر، وإياك والأنا، وسلم أمرك لله واعترف بفضل الله عليك في كل أمورك. وافتكر دايما إن ربنا خسف بقرار الأرض عشان قال إنما أوتيتوه على علم من عندي. لازم يكون عندك يقين إن لو حصل لك أي خير في حياتك فده فضل من ربنا عليك وإحسانه عليك. أما لو حصل لك شدة أو مرت بيك صعاب فده من ذنب أذنبته وتعاقبت بيه. ربنا يوفقنا للخير، وما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.